وصلنا إلى فقرة يمنية وأفتخر، واليوم كما أخبرتكم سابقا نماذجنا المشرفة هن أيضا صاحبات مشروع ناجح ومميز وفريد من نوعه، لدرجة أنه وصل إلى العالمية. تحولت امرأتان عدنيتان تقيمان في بريطانيا إلى سيدات أعمال في يوم وليلة، بعد أن قدمت لهن شركة أغذية بريطانية عرض مغري لبيع منتج البسباس العدني والمعروف باسم الشتني. كانتا تقومان بتحضيره وتسويقه على نطاق ضيق في بعض محلات السوبر ماركت، ورغم استمرارهم في التحضير والبيع لسنوات باعتبار بيع البسباس بالنسبة لهن مصدر دخل أساسي، إلا أن المنتج لفت انتباه مندوب أحد شركات الأغذية البريطانية، والذي جرب المنتج وقام بإخبار الشركة التي يعمل فيها والتي أعجب المسؤولين فيها أيضا بطعم هذا المنتج الفريد من نوعه، وطلبت التعاقد مع السيدتين للعمل في الشركة، إلا أنهما رفضتا الفكرة، فعرضت الشركة شراء حق تصنيع المنتج منهن وتحت اسم بسباس دون تغيير اسمه الأصلي، ومنحت كل منهما 1,000,000 جنيه استرليني ونسبة من المبيعات. وارتأت الشركة في الإبقاء على الاسم بسباس مصدر جذب للمستهلكين في بريطانيا، وتوقعت الشركة أن يلقى هذا المنتج رواجا بين الجاليات في بريطانيا، وخصوصا جاليات أمريكا اللاتينية والهند وشرق آسيا. كل النجاح والتوفيق لهن ولمشروعهن الفريد من نوعه. البسباس العدني أصبح ماركة غذائية عالمية.